كتبدا القصه ديالنا بواحد العسكري متقاعد سميتو ويل وكيعيش الميزيريه شي 6 شهور دابا، لا خدمه لا ردمه، ولكن المشكل هو ان مراته عندها واحد الكونسير وخاصها دير عمليه اللي غاليه بزاف، وهو بطبيعه الحال ما عندوش هاد الفلوس. كيصوني لصحاب التامين باش يديروا لمراته العمليه، ولكن الموظف اللي خدام معاهم كيقول ليه باللي التامين ديالو سالا 3 شهور دابا. صاحبنا ما كيعرف فين يعطي الراس وكيكذب على مراته وكيقول لها بلي وافقوا يديروا لها العمليه وباللي غادي يخرج دابا يقلب على شي خديمه، وهو خارج كتوصيه ما يمشيش عند خوه داني وما يخدمش معاه، ولكن هو ما عندوش حل اخر مع كيخرج كيصوني ليه باش يمشي عنده. واللي خاصنا نعرفوا انه ويل يتيم، والاب ديال داني تبناه هو صغير، وملي كبر بعد عليهم ومشي يعيش حياته، حيت باه كان اكبر رئيس عصابه ديال السرقه على الابناك في امريكا، واخا هكاك علاقته مع خوه داني كانت مزيانه. وكيف العاده في كل فيديو كتجي لقيته ديال شي توته، وهاد التوته سميتها كاميليا وخدامه في الاسعاف، كتبان وهي في شي مهمه وكتنقذ واحد البنت صغيره وكتديها للسبيطار. رجعوا عند ويل كنشوفوه مشى للشركه ديال خوه اللي كيبيع فيها الطوموبيلات، وكنعرفوا هذا الخير كامل راه باينه داروا من عمليه السرقه اللي كيدير. كيجي عنده كيسلم عليه وكنعرفوا باللي داني عنده مع خوه بزاف وما دوزوش قليل، وكيطلب منه ويل واحد 300 الف دولار باش يدير عمليه لمراته. داني كيقول لي غادي نعطيك 10 المليون دولار الا شاركتي معنا في العمليه، وغتكون هي اخر عمليه وغادي نعتزلوا. في هذه اللحظه قاطعوا واحد خونا خدام معاه باش يقول ليه باللي الطوموبيلات واجدين باش يتحركوا. فين غاديين اسيدي يسرقوا بنك فيدرالي فيه 40 مليون دولار. ويل ما كيعجبوش هادشي اللي يسمع وكيجمع الوقفه باش ينوض يغيرها من تما، ولكن خوه كيقول ليه باللي خاصو يمشي معاهم باش يعطيه الفلوس اللي بغا وهكا ينقذ مراته. ولكن صاحبنا كيرفض حيت هو ماشي جا عنده باش يعطيه وانما باش يسلفه، يعني غادي يرجع ليه الفلوس ديالو. وهنا داني قال لي باللي انا باغي نعطيك الفلوس، ولكن راه داكشي اللي عندي كله رهنته باش نجيب اسلحه وننفذ هذه العمليه. هنا ويل كيشوف راسو ما عندوش حل اخر من غير انه يوافق ويقضي الغرض باش ينقذ مراته. في الجهه الاخرى كنشوفوا الممرضه البوغوصه جالسه مع واحد الصديق ديالها في الخدمه، كتهز التليفون وكتصيفط للصديق ديالها اخر بوليسي رساله كتقنعوا فيها باش يمشي يهضر مع واحد البنت اللي كتعجبو، اللي كتكون خدامه في واحد البنكه اللي غادي لها صحابنا يسرقوها، وقالت ليه باش يحيد منه هاد التقفقيف اللي فيه، وكيبان هو شاد طريقه مع عشيرو قاصدين البنكه. في هاد اللحظه صحابنا كيكونوا وصلوا للبنك وكيكونوا متنكرين ومنظين الشغل. كيوصل البوليسي كيدق في الباب حيت كيكونوا سادينه، كيفتح ليه داني على اساس هو المدير ديال البنك، وقال ليه بلي راهم مسدوا الباب حيت كينقلوا شي فلوس، ولكن خونا ما مفاكش، قال ليه والو بغيت نحط شي فلوس عندكم هنا. شاف تعيا خلاه يدخل وكتبان الدنيا هانيه بحال ما واقع والو، حيت الرجال اللي مع داني مخبين وحاطين السلوحات على الموظفين. كيوصل عند البنت اللي طايح فيها وكيعرض عليها باش تخرج تتعشى معاه، ولكن هي كتكون متوتره بزاف وشادها الخلعه من رجليها وكيحس بشي حاجه ماشي هي هذه، ولكن داني كيكون موراه وكيهز عليه السلاح وكيخليه يشير لصاحبه ماكس بحال ما واقع والو لداخل. وفي هذه اللحظه كيكونوا الرجال ديال داني كيهزوا في الفلوس. هنا البوليسي ماكس كيشوف البنك خاوي ما فيه حتى شي واحد، وهنا كيدخل ليه الشك وهو كيطلب الدعم ديال البوليس. كيبان ليه صاحبه زاك غادي مع واحد من افراد العصابه وكيجبد السلاح ديالو وكيتيري. وفي هذه اللحظه كيكونوا شافوا افراد العصابه اللي كانوا على برا كيتسناوهم يساليو وكيبغيو يضربوه بالطوموبيل، ولكن هو كيخوي عليها بالزربه. كيوصلوا البوليس وكيبداو يتيريو على العصابه، وهنا غتشبك ديال بصح. وفي الجهه الاخرى كيكون ويل وخوه داني هازين الفلوس وخارجين، وخداو البوليسي زاك كراهينه باش يقدروا يهربوا. وفي هذا الوقت الممرضه واللي معاها كيكونوا قراب البنكه وكيسمعوا الصوت ديال الرصاص وعفطه معلم نشوف واش تما. البوليس كيضربوا السائق ديال العصابه اللي كان كيتسنى فيهم، وهنا داني وخوه كيلقاو الباب مسدود. كيهجم البوليسي على داني باش ياخذ ليه السلاح وكيتوتر ويل وكيتيري فيه بلا ما يقصد. هنا داني كيقول ليه وقف يلا نهربوا، ولكن خوه كيرفض حيت بغى يبقى حتى ينقذ البوليسي، وكيربط ليه الجرح باش يحبس النزيف ديال الدم. صافي تما كيخليوه وكيخرجوا، ولكن كيلقاو البوليس وصلوا كيرجعوا يتخباو. وفي هذه اللحظه كيوصل ماكس عند صاحبه وكيعيط الاسعاف. كتجي كاميليا وكتفاجئ بلي الصديق ديالها هو اللي مضروب. كيديروا ليه الاكسجين وكيطلعوه لومبيلونس، وهنا كيوقف عليهم داني وخوه وكيضربوا خونا اللي بغى يسوق وكيركبوا فيها وكيخرجوا. عند الخارجه كيوقفوهم البوليس باش اللي يكونوا هما العصابه. هنا داني كيهدد كاميليا باش ما تقول لهم والو. كيفتحوا البوليس باش يشوفوا شنو واقع لداخل، وكتكذب عليهم وكتقول لهم ما كاين والو وخاصهم يوصلوا المريض بسرعه. صافي كيقنعوا البوليسي وكيخليهم يمشيو. كيرجع ماكس للكراج وكيلقى الصديق ديال كاميليا طايح في الارض وكيقول لهم باللي العصابه راكبين في الطوموبيل ديال الاسعاف. وهنا كيبلغوا البوليس باش يقولوا لهم باللي مشاو في الطوموبيل ديال الاسعاف. وفي هذه اللحظه ويل كيكون سايق طوموبيل ودخل في واحد الشارع والهليكوبتر ديال البوليس فوق منهم كيكعى على خوه حيت ما كانش خاصو يسمع هضرته ويتبعوا في هذا البلان هذا. وهما مناقشين كتشد كاميليا ديك الطفايه ديال العافيه وكدير عليهم في وجههم وكتحاول تهرب، وكيهز عليها داني السلاح وكيرجعها لومبيلونس. وفاش كترجع كتلقى البوليسي زاك ولا في خطر وخاصهم يديو للسبيطار دابا في اسرع وقت. هنا كيبان البوليسي اللي مكلف بالقضيه وهو كيهضر مع الفرقه ديالو كيقول لهم باللي خاصو ضروري يشد هاد العصابه ولا غادي يخسر خدمته. من بعد كتبان واحد البوليسيه مكلفه بالمراقبه وكتخبروا باللي شافت لومبيلونس في شي كاميرا من الكاميرات ديال
هليكوبتر وكيطلب منها تخبرهم باش يحاصرهم بالزربه، حيت عرفوا البلاصه اللي هما فيها كيتبعوه بالبوليس، كيدوزوا من اللوطوروت والحاله ديال البوليسي غا ما كتزيد تصعب، والدقات ديال القلب ديالو غادا وكتقل. الممرضه كتطلب المساعده من داني وفعلا كيجي يعاونها، وفي الاخير كيقدوا ينقذوه. كيهضر داني مع خوه وكيقول ليه بلي عنده واحد الخطه، وهي يحاولوا يدبروا في لومبيلونسات اخرين باش يتلفوا البوليس. كيصوني لواحد صاحبه رجل عصابه سميتو بوب، وكيطلب منه باش يسرقوا سياره الاسعاف اللي في السبيطارات، وغادي يعطيه شي نسبه من الفلوس اللي سرقوا. بطبيعه الحال خونا كيوافق وكيصيفط ولده باش يقضي ليه الغرض. داني كيتصل بواحد المساعد ديالو وكيطلب منه باش يجيب واحد الرشاش ويتسنى في واحد القنطره. البوليسي كيتصل بداني في التليفون ديال لومبيلونس وكيقول ليه يسلم راسو، ولكن داني كيقول ليه الا ما بعدش البوليس وخلاهم يمشيو غيقتل البوليسي زاك، وكيقطع. ملي كيتسنى واحد شويه كيبقاو تابعينهم، وكيعرف بلي راه ما سمعش الكلام ديالو. كيحل الباب اللوراني وكيبدا يتيري فيهم، وكتحاول كاميليا تحبسو وكيهز على السلاح وكيقول لها هدا غير فراس. هنا البوليسي كيامر البوليس باش يحبسوه ما يبقاوش تابعينهم، وكنشوفوه كيهضر مع واحد العميل فيدرالي كان صاحب داني وقاري معاه ايام الدراسه، كيعاود ليه على داني وكيفاش سرق اكثر من 40 بنك وباه رجل عصابه كبير. رجعوا لومبيلونس، الممرضه كتشوف البوليسي كينزف بزاف وخاصو عمليه دابا، وكتقولها لداني، وداني كيقترح عليها تصوني شي طبيب باش يوجهها وهي اللي تدير العمليه. داكشي اللي كدير وكيجي ويل باش يعاونها حيت كان في الجيش وكان كيسعف صحابو مره وكيخلي داني يسوق، وهما خدامين كيخرجوا في رصاصه كتقطع الابيل وكيكملوا داكشي في يد الله، وكيجيب الله التيسير وكيخرجوها وكيوقف النازف. وملي كيعرف النقيب جاك هادشي كيتصل بالطبيب باش يسولوا على الحاله ديال زاك، وكيقول ليه باللي وسط العمليه تقطعت الابيل وباللي كانت حالته خطيره بزاف، ولا بقى كينزف نص ساعه اخرى غادي يموت. هنا كيقرر باش يتبعوهم ويضربوهم بالرصاص حيت زاك غيموت، ولكن العميل الفيدرالي كيرفض هادشي اللي كيقول حيت معاهم الممرضه. كيصوني ليها العميل الفيدرالي وكيقول لها باللي كاينين قناصه باغيين يتيريو فيهم وخاصها تحمي راسها، وكتقول لويل يرد البال حيت كاينين سنايبر باغيين يتيريو فيهم، وكيبداو القناصه يتيريو عليهم، ولكن ويل كيقدر يتفادى الرصاص. كيصوني داني على البوليسي جاك وكيقول ليه باللي غادي يقتل كاميليا، وكيتيري في الخوا باش يوتر البوليسي ويخليهم يحبسوا الرصاص. ويل كيحسب ليه باللي كان باغي يتيري فيها بصح وكينوضها معاه. تما البوليس كيسمعوا كلشي في لابيل وكيتفاوض مع ويل وكيطلب منه باش يسلم راسو، ولكن ويل كيرفض. وفي هاد اللحظه كتاخذ كاميليا من عنده الدم باش يديروه للبوليسي. من بعد ويل كتصل به مراته وكيقول لها غير ارتاحي الفلوس غادي نوجدهم. وهنا كاميليا كتسمع هادشي وكتعرف اش واقع وكتبدا تتعاطف معاه حيت هو ماشي مجرم. كيوصلوا للقنطره اللي زقاو يتلاقاو فيها مع خونا، وكينزل داني وكيقول ليه صبغه بالزربه، وكيكونوا بزاف ديال لومبيلونسات تما. من بعد ما كيسالي كيقول للمساعد ديالو يركب في وحده فيهم ويتحرك مع لومبيلونسات الاخرين. البوليس كيشوفوا هادشي وكيتعصبوا، وكتكون الخطه ديال داني نجحات. واخا هكاك البوليس كيبقاو تابعينهم، ووحده من الطوموبيلات كيكون فيها ولد بوب الرئيس ديال العصابه، وكيكون داير فيها متفجرات. غير كيقرب عند البوليس كينقز منها وكيخليها تفرقع عليهم، وهو هارب كيشوفوا ماكس كينوضوها وكيقتلوا ماكس. وبوب وهو كيشوف هادشي في الاخبار كيوقف عليه داني وكيعطيه الفلوس اللي اتفق معاه عليها. كيفيق البوليس زاك وكيقول كاميليا باللي عنده السلاح وخاصهم يهربوا، ولكن كاميليا كتقول ليه الحاله ديالو ما كتسمحش، هنينا اللي كنتي مازال باغي تعيش. كيشوفهم واحد من الرجال ديال بوب وكيقولها ليه. بوب ما كيفكرش وكيقول داني باللي خاصو يقتلهم حيت عرفوا البلاصه ديالو، ولكن ويل كيرفض وكيقول ليه ما نخليكش تقرب ليهم. في هذا الوقت كيكونوا البوليس تبعوا الموقع ديال التليفون كاميليا وغادي يوصلوا للبلاصه اللي هما فيها. داني وويل كيسمعوهم وكيبداو يتيروا في العصابه باش يهربوا. كاميليا كتسمع صوت رصاص كتهز سلاح زاك اللي يجي ليها شي واحد من العصابه، ولكن للاسف كيجي ويل مع كيفتح الباب كتطلق واحد الرصاصه وكتجيبها ليه في كتفه. كيدخلوا داني الطوموبيل باش يهربوا، كيطلب من كاميليا باش تنقذوا، وفي الطريق كيقصد السبيطار حيت حياه ديال خوه اهم من كلشي. ويل كيجبد الفلوس وكيعطيهم لكاميليا وكيقول لها توصلهم لمراته وتدير العمليه حيت هذا هو الهدف ديالو من هذه السرقه كامله. كيوصل للسبيطار وكيهز السلاح على كاميليا باش يهدد البوليس، ولكن ويل كيتيري في خوه باش يضربه في كتفه باش ما يقتلش كاميليا، ولكن الرصاصه غتكون جات ليه في قلبه. داني هو كيرفض انفاسه الاخيره، كيطلب من خوه السماحه حيت ورطوا في هادشي ووصلوا لهاد الحاله. وويل من بعد كيتدمر في هاد اللحظه حيت قتل خوه بلا ما يقصد. وكاميليا كتقول للبوليس بلي ويل اعتقها من الموت شحال من مره وخاصهم يدخلوه يعالجوا. وكتجي مراته وكتوقف عليها كاميليا وكتطلب منها باش تسامح ويل حيت هادشي كله دارو باش يعاونها، وكتجبد الفلوس اللي عطاها وكديرها في الكروسه ديال ولده بلا ما يرد ليها شي واحد البال. من بعد كنشوفوا العميل الفيدرالي كيسول زاك شكون اللي ضربو بالرصاص. زاك كيلصق في داني حيت مات وباللي ويل حاول ينقضو وباللي هو غير ضحيه، وكيسالي الفيلم ديالنا بالبراءه ديال ويل وخرجوه بالقضيه. وهنا غتكون النهايه ديال هذه القصه. الا عجبك الفيلم ما تنساش لايك سبسكرايب. تهلاو.